بيكم وفيديو جديد من قناة مصر جميلة ان شاء الله على طول. ان ده الجزء الثاني يا جماعة. زي ما قلت لكم اتكلمنا في الجزء الاول عن ارخص الشقق اللي ممكن تسكن فيها في مدينة الفردوس الشرطة. الجزء الثاني ده الفيديو ده يا جماعة الفردوس الجيش. اتفقنا زي المرة اللي فاتت الفردوس متقسمة ما بين الجيش ومدينة الشرطة. احنا دلوقتي داخلين الجيش. الفردوس الجيش دي البوابة يا جماعة الداخلية اللي بتربط ما بين الفردوس الشرطة والجيش. المدخل الصغير ده اللي عايز يعرف الأسعار يكتب لي في التعليقات وأنا بجاوب في التعليقات كلها عن الأسعار وكل احتياجات الأسرة المصرية من شقق وأسعار. ده يا جماعة أرخص مكان بمعنى الكلمة اللي عايز يسكن في الفردوس الجيش أو الشرطة. أرخص مكان في القاهرة بدون مبالغة. اكتبوا لي وأنا أقول لكم على الأسعار. حاليا دلوقتي مدينة الجيش هقول لكم المزايا اللي فيها. المزايا ان السنتر مجمع في مكان واحد زي ما احنا شايفين على شمالنا ده، مجمع ما بين محل سمك لصيدليه للكلام ده كله. ميزه الجيش عن الشرطه دي اللي عجباني فيها انها سكنيه بحته، بمعنى انها هاديه. مفيش عماره تلاقي تحتيها محل، مفيش عماره مثلا تحتيها تلاقي فيه قهوه او ازعاج للسكان. لا، الجيش هنا في الفردوس منظم بالنسبه للجيش. يعني دلوقتي حوالي مثلا الساعة 12 ونص واحدة في أي يوم عموما بتلاقوا في نفس الهدوء ده. العمارات زي ما انتم شايفين على اليمين بتبقى بالشكل ده، والناس بتركن عربيتها تحت البيت، مفيش جراشات. احنا دلوقتي في فردوس الجيش. فنصيحة ليكم، انا ارخص مكان واهدى مكان اللي عايز يجي يسكن، هو مثلا كعيلة جديدة او مثلا اسرة لسه هتنتقل من مكان لمكان، برشح له الفردوس بشده نظرا للخدمات اللي فيها. السنتر اللي موجود في الشرطه بيخدم على الجيش، بيخدم على دريم لاند وحدائق الاشجار وحدائق الاهرام ذات نفسها وحي الاشجار كمان، كل على طريق الواحات. لكن في البدايه يا جماعه يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويعمل لايك، عشان كل يوم بستكشف مكان جديد يناسب الاسره المصريه من السكن. مش مجرد جوله كده وخلاص، بحاول يبقى فيها استفاده لكل الاسر اللي بتبحث عن شقه في ظل للاسف الاسعار الهبل اللي احنا فيها دي يا جماعة بوابة لدخول الجيش من أحد البوابات. طول ما احنا ماشيين هنشوف بوابات كتير، لكن عشان أقول لكم معلومة مهمة، البوابات دي يا جماعة ليها باس، هتلاقوا أهو يعني الدخول إلكتروني، ليها باس للدخول. فأي حد بيجي بيسكن هنا بياخد التيكت بتاعه، بيعمل له الباس، بيلزقوا ستيكرز على العربية، بيدخل بيه عادي. فدي الناحية الجمالية بصراحة اللي عجباني في الجيش، منظمة وهادية جدا يا جماعة. شوف العمارات على الشمال، احنا هنلف الناحيه التانيه برضو هناخد فيها جوله. ده الجزء التاني يا جماعه بتاع مدينه الفردوس، قلت اعملها جزئين ما بين الشرطه والجيش. نصيحه ليكم يا جماعه، اللي عايز يجي يسكن في الفردوس سواء جيش او شرطه، لان فعلا ارخص سعر شقق في مصر، مش في القاهره، في مصر. يعني اللي يلحق دلوقتي فرصه عنده شقه مثلا عايز يسكن فيها او ياخدها كاستثمار، بنصحه هنا بصراحه جدا. ادينا شايفين اسعار اقل مناطق ب 3 مليون و4 مليون و5 مليون، حاجات غريبه يعني. شايفين الهدوء، هدوء غير عادي. فردوس الجيش منظمه في كده، والجو جميل ومساحات خضراء كتير، ففعلا منظمه. هنلف الناحيه التانية عشان اوريكم برضو العمارات. هنا يا جماعه اهو، مثلا هنا هنلاقي صيدليه تحت، ودي العماره السكنيه، الناس هنا بتسكن ساكنه في هدوء، مفيش ازعاج، ودي نقطة حلوة جدا. هي دي العمارات اللي على اليمين. الجيش من جوه جميلة جدا. نصيحة اللي عايز يجي يسكن في الجيش او وبعدها الشرطة او الاستثمار، الجيش منظمة، مش تحتيها محلات قهوة او ازعاج، لا، الجيش منظم هنا اكتر من الشرطة. فدي عن تجربة انا بقول لكم يا جماعة، نصيحة اللي عايز اسرة ومكان هادي يبعد عن الاماكن اللي في الشرطة اللي فيها المحلات التجارية. وبالمناسبة هنا في كمان مستشفى في الجيش هنا اسمها مستشفى القوات المسلحة، موجودة في فردوس الجيش. وفيها نوادي، في يمكن نادي او اتنين، في 3 نوادي تقريبا هنا في الجيش. يعني دي ميزة كمان حلوة جدا.
نوادي بقى لتعليم السباحة والأنشطة بتاعت الأطفال وحتى الكبار، فيها الخدمات كلها. السنتر اللي في الشرطة اللي بيفرق مثلا 3 دقايق بالعربية أو دقيقتين بالعربية من الجيش للشرطة، ده فيه كل حاجة من الإبرة للصاروخ، فمش هتطلع بره الفردوس تماما. حتى المدارس موجودة هنا يا جماعة، مدارس موجودة في انترناشنال وفي حكومي، في كل المدارس اللي تناسب كل احتياجات الأسرة، فيها كل حاجة بصراحة. فده أرخص مكان ممكن تيجي تفكروا تيجوا تشتروا هنا. بس يا جماعة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك، عشان كل يوم بحاول أجيب معلومات جديدة عن منطقة غير الجولة اللي احنا بنعملها الاعتيادية، عشان تناسب كمان كل الأسر من ناحية السكن كمان. ده اللي يهمني، لما نساعد الناس كمان هتساعدنا. هنا منظمة، مكان للجيش في السنتر، صحيح صغير شوية بس في كذا مكان لسنتر هنا في الفردو. في الجيش هنا في اتنين سنتر هنا. بوريكم الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية في الجيش عشان اقولكم قد ايه انها مناسبة جدا للسكن. فعلا مفيش دوشة نهائيا. اللي عايز يدور على مكان يستراح فيه هو واسرته بنصح يشوف الفردوس، الجيش ثم الشرطة، نظرا بس عشان السنتر بتاع الشرطة ازعاج ناحيته، فانا بفضل هنا الجيش اكتر. ومنظمة حتى في عربية النقل، بتنقل عفشك اي حاجة، المكتب الامن طب العربية دي رايحة فين، ياخدوا البطايق. بصوا يا جماعة اهو ده سنتر على الشمال اللي بقول لكم عليه، في برضو الخدمات ومطاعم ومخبز وفكهاني، في كل حاجة بصراحة. احتياجاته كلها اللي عايزها هيلاقيها بالكامل في الشرطة، في الجيش هنا عفوا، في الجيش هنا هيلاقي. والمواصلات هنا على فكرة متوفرة جدا، يعني على سبيل المثال العربية اهي ماشية قدامنا، في مواصلات داخلية جوه، ودي ميزة حلوة جدا بتربط ما بين الجيش والشرطة. فهي مدينة متكاملة، وكمان لله هي مدينة بأمانة متكاملة. فاكتبوا لي في التعليقات اي اسعار عايزين تعرفوها، انا بكتبها وبجاوب على كل سؤال. بس يا جماعة يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة، وان شاء الله بكرة في فيديو جديد ومنطقة جديدة. شكرا لكم.